ازيكم يا حبايبي؟ النهارده هنشوف مع بعض مسلسل جديد مليان حب وإثارة وغموض، فيلا بينا نبدأ. المسلسل بيبدأ مع شي وهي بتكون داخلة شركتها والموظفين كلهم بيكونوا خايفين منها جدا. بعد كده شي بتدخل مكتبها وتيان بيدخل لها وبيديها اوردر هي كانت طالباه، فبتلاحظ ان الكرتونة مفتوحة، فبتقول له انت فتحت الاوردر بتاعي؟ قال لها لا، هو الاوردر كان كده من اول ما وصل. وبعدها شي بتزعق له وبترمي ورق في وشه وبتطرده بره. فاصحاب تيان في الشركة قالوا له على فكرة هي شكلها كده عينها منك، عشان كده بتشاكل فيك كل شوية. قال لهم انا اصلا زهقت من الشغل ومش عايز اشتغل تاني. بعدها تيان بيروح بيته وبيكون متضايق جدا من اللي حصل معاه، بس بيلاحظ ان في حفرة في الحيطة بتاعته ورا السرير وبيكون خايف جدا وبيقول اكيد صاحب البيت هيقول لي انت اللي عملت كده، ولكن بيشوف ان الحفرة دي فاتحة على الشقة اللي جنبه وهي شقة شي. فبيبص منها وبيشوفها في البيت وهي لابسة قميص النوم وبتتكلم مع حبيبها. فتيان بيطلع منه صوت غصب عنه وشي بتلاحظ ان في صوت غريب ظهر كده، فبتتلفت في البيت والنور بيقطع فجأة وعامل الصيانة بيخبط عليها وبيقول لها دي مشكلة بسيطة احنا هنحلها على طول. فبتطمن وبتدخل شقتها من تاني. وتاني يوم وهي رايحة شغلها اول ما بتوصل المكتب بتنادي على تيان وبتزعق فيه بسبب شغل الوحش وبتقول له انت مطرود من الشركة. فتيان بيتعصب جدا وبيخرج من مكتبها وبيفكر مع نفسه وبيقول انا هخليها هي تجيلي وتتحايل عليا لحد عندي. وبعدها بنشوف تيان وهو في بيته بيبص على شيء من الحفرة اللي موجودة في الحيطة، وبنشوف ان معاها شاب في الشقة وبيصورهم بالموبايل بتاعه، بس بيشوف ان الراجل ده هو الرئيس تشان. وتيان بيندهش جدا وبيصورهم هما مع بعض، والرئيس تشان كان بيحط ايده عليها، ولكن شي بتشيل ايده عنها وبتقول له ده مشروع الشركة الجديد خلينا نتكلم فيه الاول. فتشان بياخد فايل المشروع وبيشوفه، وشي بتقوم من جنبه وتروح تغير هدومها وبترجع له وهي لابسه ملابس داخليه. فتشان بيقرب منها وبيناموا مع بعض، وكل ده وتيان بيصورهم. وبعدها بنشوف تيان وهو قاعد بيشوف الفيديو وبيقول انا اتاكدت كده خلاص وعرفت انا هلعب معاها ازاي. تاني يوم تيان بيكون في الشركه وشي بتوصل، فبتلاقي على مكتبها فايل فيه فلاشه مكتوب عليها سري جدا. وشي بتفتح الفلاشه على اللابتوب وبتشوف الفيديو بتاعها مع تشان وبتتصدم من الفيديو وبتقفل اللابتوب بسرعة وبتروح جارية على بيتها بتدور الكاميرا اللي سجلت الفيديو موجودة فين. وهي بتدور بتشوف الخرم الموجود في الحيطة وبتروح على الشركة وهي بتبص لتيان. وتيان بيكون متوتر جدا وبتقول كل الموظفين يجولي دلوقتي في قاعة الاجتماعات، وبتقول لهم احنا عندنا شغل كتير الفترة الجاية وانا من اللحظة دي هضاعف مرتباتكم. وكلهم بيسقفوا لها وبيكونوا فرحانين. بعد كده بتقعد مع ديان لوحدهم وبتقول له انت اكتر شخص انا بثق فيه، واحنا هنا معانا حد من الشركة بيحاول يبتزني، فحاول تعرف لي مين هو وانا هدفع لك كل اللي انت عايزه. فديان بيقول لها حاضر انا هعمل كل اللي اقدر عليه وبيسيبها ويمشي. وبعدها بنشوف تيان وهو بيروح بيته وهو سكران وبيبدأ يبص على شي كالعادة، وبيشوفها وهي بترقص في بيتها وبتقول تيان انا عارفة انك شايفني دلوقتي تعال ارقص معايا. وتيان بيتصدم جدا من اللي حصل وبتقول هي عارفة إن أنا اللي باشوفها. وشي بتكون قاعدة قدامه فبتحاول تستفزه عشان يروح لها. فتيان بيتعصب جدا وبيقرر فعلا يروح لها، بس بيتردد في آخر لحظة قبل ما يخبط على الباب، ولكن بسرعة شي بتفتح الباب وبتحاول تغريه وبتشده جوه شقتها. فتيان بيقول لها أنت عرفت إزاي؟ قالت له ما تتكلمش دلوقتي ارقص معايا وبس. فتيان قال لها أنت عرفت إزاي إن أنا اللي بصورك؟ قالت له أنا جيت أسكن هنا عشانك أنت، عشان أقرب لك، والخرم اللي في الحيطة أنا اللي حفرته عشان تساعدني. قال لها ساعدك في ايه؟ قالت له تشان هو اللي قتل ابويا. فتيان اتصدم وشي قالت له اللي حصل ده كان من 5 سنين، وبتحكي له ان ابوها كان بيحقق في قضيه خاصه بتشان، واول ما وصل الدليل كان تشان هيبعت له رجالته، وهي كانت بتحاول تحذر ابوها عشان يمشوا من البيت، ولكن ابوها بيمشيها هي وامها بس. ورجاله تشان فعلا بيوصلوا البيت وبياخدوا ابوها من البيت، وانها من وقتها ما شافتش ابوها تاني، وبتقول له ان الشركه دي كلها شبكه مخبرين لتشان الا انت، عشان كده أنا محتاجة مساعدتك. وهنا تيان بيتوتر جدا وبيكون خايف يساعدها، بس شي قالت له لو ما ساعدتنيش أنا هفضحك في موضوع التصوير وهقول لتشان عليك، وبتعرض عليه 500 ألف يوان في البداية، وبعد ما يخلصوا مهمتهم ياخد اللي هو عايزه بعد كده. قالت له أنت بتحبني وكنت بتراقبني طول الفترة اللي فاتت، انت ليه خايف دلوقتي؟ وبعدها تشان بيخبط على الباب وشي بتخبي تيان تحت السرير بسرعة، وشي بتتفاجئ ان هو معاه نسخة من مفتاح شقتها ولسه بتتكلم معاه، ولكن تشان بياخدها بسرعة على أوضة النوم وبيكون عايز ينام معاها، بس شي بتضربه بالقلم. فتشان بيمسك ايديها وبيبوسها، وهنا المساعد بتاعه دخل وقال له مراتك تحت وطلع على السلم. فتشان بياخد هدومه وبيجري بسرعة بره البيت،
ومراته أول ما بتوصل بيت شي بترفع عليها سكينة وبتهددها وبتقول لها أكيد أنت اللي أخدتِ جوزي مني، فشي بتقول لها اهدي أنا ما ليش أي علاقة بالموضوع، وهنا الست بتضحك وبتحاول تضربها ولكن تيان بيمسك إيديها بسرعة وبيقوم شي من على الأرض وبيقول للست دي أنتِ جوزِك مش هنا وبيطردها برّه البيت، فالست بتتعصب جدًا وبتخرج برّه البيت، فشي بتشكره جدًا على اللي عمله وهي بتعيط وبتقول له ينفع تبات معايا النهارده؟ وبتحضنه وبتقلع هدومها وبتحاول تبوسه، ولكن بنتفاجئ إن كل ده كان في خيال تيان بس، فشي بتقول له أنت كنت بتفكر في إيه؟ قال لها لأ ولا أي حاجة، قالت له طيب هتساعدني والّا لأ؟ قال لها موافق هاساعدِك، وبيسألها ويقول لها أنتِ عايزاني أعمل إيه بالضبط؟ قالت له أنا عايزاك تسجل اللي هيحصل بالضبط بعد 3 أيام، وتيان بيوافق وبيديها الفيزا بتاعتها وبيقول لها بعد ما نخلص مهمتنا نبقى نتكلم ونتفق براحتنا، وتاني يوم تيان بيكون في الشركة بس مش بيلاقي شي في مكتبها، فبيسأل عليها زميله وبيقول له هي واخدة إجازة النهارده؟ فزميله بيقول له إن شي واخدة إجازة النهارده، وهنا في موظفة تانية بتروح لتيان وبتحاول تقرب منه وبتقول له على فكرة أنا أحسن منها وأجمل منها، اديني ولو فرصة واحدة بس، وبتقول له هو أنت مرتبط والّا لأ؟ فتيان قال لها لأ أنا مش عايز أرتبط دلوقتي خالص، وبيسيبها ويمشي، وبعدها بنشوف تيان في بيته وبيفكر ويقول أنا ما أعرفش حاجة على تشان غير اسمه، وبيفتح اللابتوب بتاعه وبيحاول يعرف عنه معلومات أكتر، وهنا تيان بيندهش جدًا وبيقول أنا وشي مش هنقدر على الراجل زي ده بالقوة دي لوحدنا، خصوصًا بعد اللي عرفه عنه، وبيقول إن لو حصل أي حاجة غلط ممكن نختفي أنا وشي خالص، بس باب شقته بيخبط فبيفتح فبيلاقي شي في وشه وبتكون سكرانة جدًا، بس تيان بيمسك إيديها وبيحاول يوديها شقتها، لكن شي بتقول له بالراحة إيدك وجعتني، بس تيان بيلاحظ إن وشها متعور، قال لها في إيه؟ ماله وشِك؟ فبتحضنه وقالت له أنا كنت مع تشان النهارده وضربني تاني، فتيان بيطبطب عليها وبيطمنها، فشي بتقول له أنا مش باسمح له خالص إن هو يلمسني، لكن أنت حبيبي، وبتقلع الجاكيت بتاعها، ولكن تيان بيقول لها لأ بلاش، فبتحط إيديها على وشه وبتقول له مالك مكسوف من إيه؟ فتيان بيلبسها الجاكيت وبيقول لها ارتاحي دلوقتي وبكرة نبقى نتكلم، وتاني يوم تيان بيروح شغله وبيلاقي فلاشة على مكتبه، فبيفتحها ويلاقي فيديو متسجله لما كان بيبص على شيء من الحيطة، فبيتصدم جدا وبيقفل اللابتوب بسرعة، فصاحبه قال له مالك في إيه؟ قال له مفيش حاجة سيبني بس دلوقتي، وبيروح بيته بسرعة وبيدور على كاميرا وبيتصدم لما بيعرف إن هو كمان في خرم في الحيطة بتاعة بيته، وأول ما بيبص فيها بيلاقي بنت من الناحية التانية، والبنت دي بتكون صاحبته اللي معاه في المكتب، فبيتصدم وبيقع على الأرض، وتيان بيروح لها وبيقول لها أنتِ من إمتى بتراقبيني كده؟ قالت له أنت زعلان ليه؟ أنا عملت كده عشانك، وبتقول له أنا باحب الرئيس تشان ومش ممكن أسمح لشي إنها تخطفه مني، فتيان بيتعصب عليها جدًا وبيقول لها وأنا مالي بالموضوع ده؟ قالت له أنت بتحب شي فخلينا نتفق أنا وأنت، أنت تاخد شي وأنا آخد تشان، فتيان بيرفض فقالت له لو رفضت أنا هافضحك بالفيديو اللي معايا، إنما لو وافقت إحنا الاتنين هنطلع كسبانين، فبيوافق تيان وبيمشي، بس البنت بتنده عليه وبتقول له خد التذكرتين دول اديهم لشي، هي بتحب المسرحيات ودي فرقتها المفضلة وأكيد هتفرح لما تديها التذاكر. تاني يوم بتشوف تيان مع شي في المكتب وهي بتقول له أنت شغلك كويس وأنا هنزل لك مكافأة من أول الشهر، وبتقول له النهارده عيد الشركة أنا لازم آخد تشان معايا البيت عشان ننفذ مهمتنا، ولسه تيان هيتكلم بس شي حضنته وقالت له خليك جنبي النهارده، وشافت التذاكر في إيده وبتقول له أنت جبتهم منين دول؟ وبتقول له إنها فعلا بتحب الفرقة دي جدا وبتبوسه وبتشكره جدا إنه اداها التذاكر، ولسه تيان هيتكلم بس شي بتحضنه وبتقول له خليك جنبي النهارده، وبتدي له ساعة هدية وقالت له أنا كنت عايزة اديها لك بعد ما مهمتنا تخلص، لكن بما إنك جبت لي تذاكر الفرقة اللي أنا بحبها فأنت لازم تاخدها دلوقتي، وبيقعدوا مع بعض وبتلبسه الساعة، فتيان بيشكرها جدا وبيخرج يكمل شغله، وبيطلع يلاقي زميلته مستنياه بره وبتقول له أنا شايفة إنها بدأت تحبك، وبتشوف الساعة في إيده وبتقول له دي تكلفتها أكتر من 300,000 يوان، فتيان بيتصدم جدا من المبلغ، وبعدها بنشوف تشان وشي في حفلة الشركة وتيان بيوصل وشي بتديله كاميرا وبتقول له ما تنساش تراقبنا وأول ما تيجي اللحظة المناسبة تعالى وانقذني منه بسرعة، وتيان بيسيب الحفلة وبيطلع أوضة شي الموجودة في الفندق وبيركب الكاميرا وبيستخبى وبيفضل قاعد مستنيهم جوه، وفعلا بيطلعوا الأوضة وتيان بيصورهم ولكن بيخرج بسرعة وبيضرب الرئيس تشان، ولكن بتتفاجئ إن البنت اللي مع تشان هي زميلته في المكتب ومش شي، فبيندهش جدا والبنت بتضربه بالقلم وبتقول له أنت بوظت كل حاجة، فبيقول لهم أنا آسف وأنا خلاص همشي، وتشان بيقول له امسح الفيديو بدل ما أنت مش هتستحمل عواقب الموضوع، وفجأة بتيجي مرات تشان وبتدخل عليه الأوضة وبتضربه
وبتقول له أخيرًا كشفتك، وبتضرب البنت اللي كانت معاه، وفجأة المصورين والصحفيين بيطلعوا له وبيصوروا كل اللي بيحصل، وتشان بيحاول يمنعهم ولكن مراته بتضربه بالقلم قدامهم وبتقول له أنا هاطلقك وهاخد منك الشركة بتاعتي من تاني وهارميك في الشارع، وتشان بيقعد على ركبته وبيترجاها إنها تسامحه، ولكن مراته بتضربه بالرجل فقام وقال لها هي اللي أغرتني، وهنا مراته بتقول له أنت بتتهرب من الموقف زي ما اتهربت من جريمتك مع سونج أبو شين، وهنا تشان بيخاف جدًا عشان الكلام ده بيتقال قدام الصحفيين، وهنا تشان بيقول لها أنا ما عملتش حاجة وبيحاول يخرجهم، بس مراته بتقول للصحفيين من النهارده هتكون الشركة باسمي أنا، وتشان مالوش أي علاقة بالشركة تاني من النهارده، وتيان بيشوف شي ورا الصحفيين وبيطلع وراها بسرعة، فتيان بيقول لها أنتِ ضحكتِ عليَّ عشان تنفذي خطتِك، قالت له تشان دلوقتي فقد كل حاجة وهو ده المطلوب، قال لها أنتِ لعبتِ بيّا وضحكتِ عليَّ عشان توصلي للي أنتِ عايزاه، قالت له خلّي بالك دلوقتي إحنا نقدر نتجوز، وبتدّي له شيك فيه فلوس كتير أوي، بس تيان بيقطّعه وبيرميه في وشها، وبيدّي لها الساعة بتاعتها وبيقول لها من النهارده أنا مش عايز أشوفِك تاني، وبيرمي الساعة على الأرض، وبعدها بنشوف تشان طالع يجري من الصحفيين وبيروح يفتح خزنته، وبيطلّع منها ملفات وهو بيضحك، ولكن شي بتدخل عليه فجأة وبيقول لها تعالي ناخد الفلوس ونهرب مع بعض. فشي بتمسك كوباية مَيّة وبترميها في وشه وبتقول له: "ده في أحلامك." فبيقول لها: "أنا عايزِك، مين هيحبِّك زي ما أنا ما باحبِّك؟" وهنا شي بتفتكر تيان وبتقول له: "ما لكش دعوة، أنا باحب شخص تاني." وبتورّي له فلاشة وبتقول له: "كل الأدلة على جرايمك هنا، أنت اعتديت على موظفات الشركة ونشرت معلومات غلط، وكمان تورّطك في جريمة قتل أبويا." وهنا تشان بيتصدم جدًا وبيقول لها: "معقول أنتِ بنته؟" وبيقع على الأرض من كتر الصدمة، وبييجي له ناس تاني وبيقولوا له: "أنت حتى لو فلِّست دلوقتي أنت لازم تسدد كل الديون اللي عليك عندنا." وبعدها بنشوف تيان وهو في الشركة وشي جاية له بتعتذر له وبتقول له أنا آسفة وأنا باحبك وعايزة أتجوزك، وبتدّي له تذاكر طيران هي كانت حاجزتها وبتقول له أنا هاسافر يا ريت لو تيجي معايا، ولكن تيان بيرمي التذاكر وبيسيبها ويمشي، وبعدها بنشوف تيان وهو قاعد في بيته متعصب جدًا وبيقول أنا كده ضيّعت الفلوس وضيّعت شي، بس جرس الباب بيرن، فبيقوم يفتح وبيلاقيها شي، قالت له: "أنا عايزة أقول لك حاجة قبل ما أمشي." فبيدخّلها البيت وقال لها: "أنتِ عايزة إيه؟" قالت له: "الفلوس اللي قُلت لك عليها قبل كده أهي." وبتدّي له شيك فيه 5.000.000 يوان، وبتدّي له الساعة بتاعته من تاني، وبتمسك إيده وبتترجاه إن هو يسامحها، وبتقول له: "أنا مش هاسافر." وبتقلع البالطو بتاعها وبتقول له: "أنا هنا عشان أوفّي بوعدي معاك اللي أنا قُلته لك قبل كده." فبيبتسم تيان وبيسامحها، وهنا بيخلص مسلسلنا، ويا رب تكونوا انبسطتوا معانا وأشوفكم على خير في مسلسلات جاية كتير، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وأشوفكم على خير، سلام.